السلام عليكم شيرات، هاني عاود جيتكم وجبت لكم وصفة جزائرية تقليدية اللي هي وصفة التريدة. سيوها وكالعادة على ضمانتي. نبدو على بركة الله، صلوا على رسول الله عليه أزكى صلاة والسلام. بون، في الطاجين تاعنا نديرو شوية زيت ودجاج كيما راكم تشوفوا، نديرو عليه حبة بصل متوسطة كونو قطعناها قطع صغيرة ونخلوهم يتقلعوا مع بعض كيما راكم تشوفوا خواتاتي. بون، هذه التريده نقول لكم كيفاش تتبع. بالك مازال كاين بزاف ناس ما صادفوهاش، وكاين بزاف ناس اللي يديروها يعتمدوا عليها في وصفاتهم. تتباع، انا شريتها ميزان، تتباع بالميزان. 20 ميل كيلو، 20 ميل يعطيك كميه معتبره ديري بيه حتى 3 مرات. تلقوها في السوبرات تتباع بالميزان. نجيبو زوج سنات ثوم نديروهم مع البصل ولا الدجاج تاعنا يتقلاو، نغطوا عليهم ونخلوهم يتقلاو مع بعض. بعد ما تقلاو لنا نزيدو معاهم حبة طماطم مبشورة ومغرف كبيرة طماطم مصبرة. نخلطوا المكونات مع بعض. نجيبو التوابل تاعنا دروك. في التوابل عندنا فلفل احمر، فلفل اسود، كركم، راس الحانوت، جامبو. واذا تقدري اختي تقدري تزيدي قرفة بودخ، كل وحده والقو تاعها. الملح، نخلطوا هاد المكونات. ونجيبوا الخضر تاعنا. انا في هذا المرق درت كورجات ودرت الكروطه ودرت الحمص اللي كنت طيبته نصف طياب. ديجا طيبته وحده باش ما يشدليش طياب باسكو ما استعملتش الكوكوط. ونمرقوا بالماء مغلي ونغطوا عليها ونخلوها طيب في خاطرها. الان فيما يخص التريده تاعنا نجيبوها الكميه اللي انا باغي نديرو لها شويه زيت وندخلو هذاك الزيت غايه بيدينا باش التريده تاعنا تطرالنا في التفوار. ونديروها تفور للمره الاولى لمده 15 دقيقه. ما نخلوهاش فوق 15 دقيقه وما نديروهاش قل. هذا هو الوقت تاعها باش تفور معنا غايه وما تتعجنش، ما تقعد ناقصه طياب ما تتعجن لنا. نديروها في الكسكاس تاعنا طيب. هي كل تريده وكيفاش كاين اللي تشد معاها زوج مرات تفوار. نتيا راكي تفوري وعينك ميزانك. اذا شفتيها مازالت ناقصه طياب زيدي فوريها المره الثالثه. كيما انا فورتها 3 مرات، هذه المره الاولى وزدتها الثانيه وزدتها الثالثه وحطيتها درتها في طبق التقديم.
هنا بعد ما قلحتها فورتها 15 دقيقة وقلحتها، جبت من المرق اللي كنا نطيبو فيه ودرت لها شوية مرق وخلط غير شوية ماشي بزاف، قيس ما تتشمخ معانا، ونرجعوها تفور للمرة الثانية. كيما راكم تشوفوا خواتاتي، هنا فارت معانا وعاودنا قلعناها. نديروا لها في هذا المرحله مغرف صغيره تاع زبده ورشه ملح، ونعاودوا نزيدوا لها المرق اللي كنا طيبناه كيما راكم تشوفوا. وهذه المره هي المره التاليه، المره الاخيره في التفوار. ولا غير غادي تجيكم طبق بزاف شباب. انا قلنا هذه التفويره الاخيره وعليها نحطوها في الطبق التقديم ان شاء الله. هنا نجيبو الدجاج تاعنا بعد ما طاب، نديروه في بلا، ندهنوه بالزبده شويه برك ماشي بزاف، وندخلوه للفور يتحمر. نشعلو عليه غير من الفوق باسكو ديجا راه طايب، حنا نحتاجو هذيك اللون الذهبي. وها هو طبق تاعنا واجد، اكله بنينه بزاف تاع هذا الوقت. شهيتكم في الجنه خواتاتي، سيو الوصفه، خلولي تعليقاتكم، وفضلا وليس امرا شاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد.